رسالة لطلاب جامعة المنصورة اللي مفحوطين في الامتحانات. لازم تروق على نفسك كده وتروح المكان ده عشان تروق كده وتنسى هم الامتحانات اللي عدى ده. وحرفيا المطعم ده من احسن مطاعم المنصورة، وموجود في شارع قناة السويس قدام مستشفى الخير. المطعم ده اسمه ذا شيف. هنجرب بقى من عنده كام حاجة كده ونقول لكم رأينا. وبعد ويتنج ليست نص ساعة كده دخلنا، واول حاجة هنبتدي بيها هي البافالو تشيكن ماك اند تشيز. وزي ما انت شايف كده حجمها كويس جدا، عليها كمية صوص جبنة جامد قوي. طعم الباستا نفسها كويس جدا، وطعم الجبنة والكواليتي بتاعتها عالية قوي. وبيبقى مدفون معاها تحت الجبنة كده قطعتين صدور فراخ مشوي على الفحم، وعليهم قطعتين بيف بيكون. طعم الفراخ بقى التتبيلة بتاعتها جامدة قوي، خصوصا كمان لو خدت بقى من صوص الجبنة اللي معاها ده، بيبقى الطعم في حتة تانية خالص. حتى قطعتين البيف بيكون بيبقوا غرقانين في الجبنة، وطعمهم والكواليتي بتاعتهم عالية قوي. والماك اند تشيز دي من احلى الماك اند تشيز اللي انت ممكن تاكلها في حياتك. وفعلا الوجبة دي من احسن الوجبات اللي احنا جربناها عندهم. نخش بقى على الوجبة اللي بعد كده، وهي تشيكن باربيكيو رانش. وبتبقى عبارة بقى عن شوية رز بسمتي كده، وعليهم قطع فراخ مشوية، وعليهم فلفل كده مشوي برضو معاهم وخضار، وبيبقى عليهم بقى متغرقين من فوق صوص رانش وصوص باربيكيو. الرز كان طعمه كويس قوي ومفلفل، وصوص الرانش وصوص الباربيكيو جامد قوي، وقطع الفراخ كمان طعمها كويس قوي. بس تحس ان كل حاجة حلوة لوحدها، بس الميكس كله مش راكب على بعض. نخش بقى على اللي بعد كده، وهي البيتزا. طلبنا من عندهم بيتزا تشيكن رانش، والبيتزا عندهم حرفيا من احسن البيتزا اللي موجودة في مصر، واحسن كتير جدا من مطاعم المقاطعة ككواليتي وكحجم وكطعم جبنة. بصراحة البيتزا عندهم جامدة قوي. عجينة بيتزا مظبوطة، حشو مليان، جبنة كواليتي عالي قوي، وصوص رانش جامد قوي. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهارده في مطعم ذا شيف. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامدة جدا.